السلام عليكم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. هنعمل النهارده قرص سهله وبسيطه، هنعملها باللبن الرايب ومش هنعملها محشيه النهارده، عشان لو انت حابه تاكليها بجبنه تمام، حابه تاكليها بعسل بمربى، اللي انت عاوزاه هتبقى حلوه جدا. وكمان انتوا عارفين ان رمضان داخل، كل سنه وانتم طيبين. هتبقى حلوه جدا في سحور رمضان. لو انت من الناس اللي مش بتحب تاكلي مثلا حاجات تقيله في السحور، ممكن تاكليها كده قرصتين مع كوباية شاي وحتة جبنة كده، وهيبقى أحلى سحور. هتعمليها بسيطة جدا وسهلة خالص، طريقتها سهلة قوي. لو انت أول مرة تعملي قرص هتنجح معاكي 100%. يلا بينا كده ندخل الفيديو. شايفة قد ايه هشة وخفيفة، عاملة زي القطن. يلا بينا كده ندخل الفيديو ونشوف مقاديرنا ايه، ونشوف كمان الطريقة سهلة جدا جدا، وطريقة التسوية كمان سهلة جدا وبسيطة. بس يا ريت بقى قبل ما ندخل في الفيديو ما تنسينيش في لايك وشير واشتراك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. يلا بينا كده ندخل ونشوف مقاديرنا ايه. اول حاجة خالص انا معايا 2 كيلو من الدقيق. انا هقولك المقادير اللي انا عملتها النهاردة. انا عملت 2 كيلو دقيق. لو انت عايزة تعملي كيلو واحد ممكن يعني تنقصي من يعني ايه نص الكمية اللي انا هقولها النهاردة. معايا 2 كيلو من الدقيق، ومعايا كوباية ونص من السمنة. عايزة تعمليها كلها سمنة بلدي ماشي، عايزة تعمليها تخلطيها سمنة من دي على دي ماشي. 3 كوبايات من اللبن الرايب، وطبعا زي ما انت عاوزة، ممكن مثلا لبن حليب او لبن رايب. وكوباية مية دافية، 6 معالق سكر، 4 معالق سمسم، معلقة صغيرة ملح، معلقة بيكنج باودر، وكيس ونص من الخميرة أو معلقتين من الكبار. أول حاجة بدأت بها خالص، جبت كده بولة ونزلت فيها كوباية المية الدافية، ونزلت فيها الخميرة، ونزلت فيها السكر كله، علشان أشوفها كده تبقى متفاعلة ولا لأ. وسبتهم دلوقتي على جنب خالص. دلوقتي بقى هجيب الدقيق وهنخله. هبدأ النخل في الدقيق. عودي نفسك اما تيجي تعملي اي معجنات لازم تنخليها، بتطلع معاكي العجينة هشة جدا جدا. وهنزل دلوقتي بقى بالبيكنج باودر، وهنزل بالملح على الدقيق، وهديلهم تقليبة. معايا بقى السمسم دلوقتي، هديله بقى تحميصة كده على النار بالزيت اللي معايا. لو انت عندك سمسم محمص وعايزة تحطيه مش مشكلة عادي، بس بصراحة يعني التكة ديت بتفرق قوي قوي في طعم القرصة، بتخلي طعمها حلو قوي. نزلت الزيت اهو. اول ما الزيت يقدح كده هنزل على طول السمسم، بس لازم تكون ايديكي على طول في السمسم، تقلبي فيه علشان طبعا ما يتحرقش منك، وهيدي طبعا للقرص طعم مش حلو خالص. هبدأ كده تقليب لحد ما يبقى اصفر كده يا دوبك، يعني مصفر كده، لونه حلو ذهبي كده. وبعد كده هنزله بقى على الدقيق. معلش بقى اسفة سامحوني، المقطع ده اتمسح. انا كنت نزلته كده على الدقيق دلوقتي اهو. شايفة لونه قد ايه كويس وفاتح كده وحلو. هبدأ بقى ان انا انزله دلوقتي على الدقيق، وهفضل ابس في الدقيق كده لحد طبعا اول ما بتنزلي السمسم على الدقيق بيبقى عامل كتل زي ما انت شايفة كده. بتفضلي بقى تفكي فيه كده لحد اما يدوب كله في الدقيق اللي معاكي. وبعد كده بقى هجيب السمنة بتاعتي اهو، هسيحها برضه، هديلها تسيحة كده لان احنا في الشتا دلوقتي، والسمنة بتبقى ماسكة قوي زيادة عن اللزوم. شوفي حتت قد ايه. فطبعا يعني هنزلها دلوقتي كده وهديلها، هحطها على النار شوية لحد ما تسيح، وبعد كده هاجي بقى انزلها على الدقيق وابس الدقيق زي الكحك كده. هناخد قد ايه؟ هناخد كوباية ونص من السمنة. عايزة تخليها كلها سمنة بلدي ماشي، عايزة تخليها تقلبي من ده على ده زي ما انا عملت كده تمام. شوفي السمنة قد ايه ماسكة وجامدة. بنفكها شوية علشان نعرف نبس الدقيق كويس. هفضل بقى افك دلوقتي كده في الدقيق، طبعا من مطرح السمسم، من مطرح ما انا حطيت السمسم. وهنزل دلوقتي بالكوباية ونص السمنة. وهبدأ بقى ان انا دلوقتي ايه، افضل كده ابسه زي الكحك كده. طبعا مش بياخد سمنة كتير زي الكحك لان دي قرص مش كحك. الدقيق طبعا حطينا عليه البيكنج باودر وحطينا عليه الملح. الخميرة دلوقتي كانت طبعا تفاعلت دلوقتي، وكانت الخميرة حلوة وشغالة. هننزلها دلوقتي بس بعد ما نبس طبعا الدقيق كويس قوي في السمنة، ونغلف الدقيق كله بالسمنة اللي معاه.
دلوقتي بقى عامل زي حبيبات الرمل كده. هنزل دلوقتي عليها على طول الخميرة. شوف الخميرة قد ايه متفاعلة، بس هي ممكن تكون مش باينه لك قوي في الكاميرا لان البولة اللي انا عاملة فيها بيضة لونها ابيض يعني. هنزل دلوقتي بقى الخميرة كده بالسكر وهبدأ ان انا اتوهها كلها في الدقيق. في شوية كده هجيبهم برضو، وهبدأ بقى ان انا اضيع الخميرة كلها والسكر في الدقيق. هجيب بقى اللبن الرايب اللي معايا، هاخد كوبايتين الاول انزلهم كده على طول، وبعد كده الكوباية التالتة هنزل شوية بشوية في دقيق. ممكن يدوبك ياخد معاك التلات كوبايات بالظبط، ودقيق ممكن ياخد ازيد من التلات كوبايات على حسب الدقيق اللي انت مستعملاه. اللبن الرايب ده يا جماعة لبن بيكون قطع، مش ان هو مثلا ان انت حطيتها على النار ففصل معاكي، لا، ده بيكون لبن حليب. بتجيبيه وبتقومي جايه مثلا حطاه في بوله كده ولا حاجه، بتسيبيه لتاني يوم بره، ما تحطوش في التلاجة ولا تغليه. بتقوم الصبح تلاقيه راب كده، يعني ممكن تاكليه كمان بالمعلقه بيبقى طعمه حلو قوي. القرص على فكره لما بتعملها بلبن رايب بتديكي نتيجه حلوه جدا جدا. والكيكه كمان بتبقى حلوه قوي باللبن الرايب. هنبدأ دلوقتي بقى كده نعجن على طول. يعني أنا خدت العجينة وقعدت في الأرض علشان أعرف أعجنها كويس. زي ما انت شايفة كده عجينتها سلسة كده وحلوة، لمت نفسها على طول من العجانة بسرعة، وطرية كده. العجينة طرية بس مش بتلزق في الإيد. العجينة طرية وحلوة بس مش بتلزق في الإيد. خدتها أنا بقى بعد ما عجنتها، لفتها بكيس كده وشغلت الفرن. شغلت الفرن شوية كده وقمت جاية قفلت الفرن تاني، وحطيت بقى العجانة بتاعتي في قلب الفرن، لأن زي ما بقولك إن الجو ساقع جدا وتلج، كان هياخد وقت معايا. بس أنا حطيته في الفرن، شغلت الفرن شوية ودخلتها فيه علشان يعني إيه، يكون في درجة حرارة كويسة كده ويتخمر معايا بسرعة. طبعا انت شايفة العجينة قد ايه هشة معاكي، عاملة زي القطنة كده. خدتها بقى كده وكورتها حتت صغيرة زي ما انت شايفة كده اهو، وطلعت معايا الكمية الحلوة قوي دي. هسيبها بقى كده ان هي ترتاح شوية علشان اعرف افردها، وبعد كده اجي اشكلها بقى. حلو قوي السمك ده اهو. واكون طبعا مجهزة الصواني بتاعتي، ما تدهنيش الصينية بتاعتك خالص، حطي فيها كده على طول لان هي مليانة سمنة وزيت اهو. مهم جدا بعد ما تقطعي العجينة كور صغيرة كده، طبعا الحجم اللي انت عاوزاه، بس هو الحجم ده حلو جدا. تسيبيها ان هي ترتاح يجي 10 دقايق كده علشان لما تيجي تبططيها كده وتفرديها تبقى سلسة كده معاكي وسهلة، ما تشدش معاكي. وبعد كده هرص بقى الصواني بتاعتي كلها زي ما انت شايفة كده اهو، واسيبها كمان ترتاح برضو شوية يجي 10 دقايق، واسخن بقى الفرن بتاعي حلو جدا وادخلها بقى. دي اول مرحلة خالص. اول ما بدخلها بعدها بدقيقة كده بتكون بالشكل ده، وبعد كده بتنتفخ بقى، بتقوم جايه دي تاني مرحله بقى، دي تاني حاجه صورتها لكم. بتنتفخ اخر حاجه بقى خالص، بتاخد بقى اللون الحلو ده. طلعيها بقى كده يكون لونها وردي وفاتح وحلو. بتبقى منفوشه بقى معاكي كده شويه، لانها طبعا بتكون هشه جدا وطريه. وكمان بتكون بقى ريحتها، بصي مش قادره اقولك، كانت قلبة الدنيا والله. ريحتها حلوه جدا وطعمها حلو قوي. بتاخديها بقى كده ممكن بقى يعني بعد ما بتخلصي كده بتسيبيها تهدى شوية، وبعد كده بتحطيها في أكياس التلاجة وبتدخليها الفريزر. ومنين ما تحبي تطلعي بتطلعيها قبل الأكل يجي بدقيقتين تلاتة، قولي مثلا 10 دقايق، بتكون فكت وحلوة جدا. بتمنى ان الفيديو يكون عجبك. يا ريت بقى شوفي قد ايه خفيفة. بتمنى ان يكون الفيديو عجبك وتكون استفدت منه بأي حاجة حتى لو بسيطة. ويا ريت بقى لو الفيديو عجبك ما تنسينيش في لايك وشير واشتراك في القناة وتفعل الجرس عشان أي حاجة جديدة توصلك على طول. بحبكم في الله. سلام عليكم. يلا سلام بقى. كفاية أكل كده.